في الفيديو اللي قبل ما هضرناش على بزاف ديال الحوايج، وفي هذا الفيديو غنحاولوا نطرقوا لهم، وشكرا على التفاعل ديالكم. جزيرة إبستين أو كما يسميها البعض جزيرة الشيطان كاينة في بحر الكاريبي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وممنوع الاقتراب منها بعد الفضيحة اللي وقعت في هذه الجزيرة من حفلات الجنس بالقاصرات والسمعة اللي توسخات قدام العالم كامل. قرر اليوتيوب الأمريكي نيكو غريغ المعروف بمحتوى عن الأماكن الغريبة في العالم، بحيث قرر يمشي لأكثر بلاصة محظورة دابا في العالم واللي هي جزيرة إبستين أو الملقبة بليتل سانت جيمس. حتى لهنا كلشي طبيعي. المغامره بداوها هو والاصدقاء ديالو بطريقه جد مكشوفه، كراو جيت سكي وطلقوا الدرون باش يشوفوا المنطقه من الفوق، وقربوا الجزيره لدرجه كلشي ولا كيبان لهم بالعين المجرده. من بعد دقائق شافوا راجل ومراه كبار في العمر واقفين كيشوفوا فيهم، والمراه كتصور. الراجل غبر. بعد دقائق قليله وهي تبان لهم قوات الامن والشرطه بالبطوات ديالهم، وبقاو تابعينهم حتى خرجوهم من الجزيره. يسحب لكم خافوا ما بقاش غير يرجع، دراكم غالطين. الغد ليه قرر يرجع عاوتاني بنفس الوسيله، وهاد المره حط رجليه على الجزيره مباشره وتعرض للجروح في يديه وفي رجليه، واضطر يلغي المغامره. بعد مرور 3 أيام بالضبط بدا كيلاحظ سيارات كبيره كحله كتجي توقف قدام الدار ديالو في امريكا. هنا بدا كيوثق وكيحط فيديوهات وكيصور كلشي باش كلشي يعرف شنو اللي كيوقع. حتى لواحد النهار بانت ليه نفس السيارات، ولكن هاد المره كانت معاهم سياره شرطه. نيكو قرر يخرج ويواجههم، وتفاجأ حيت بمجرد قرب من السيارات بدات كتبعد منه وما فهم والو. الله اعلم شنو ممكن يوقع ليه وشنو كيتسناه من هنا لقدام. اليوم مصير الجزيره تبدل. بعد وفاه إبستين بقات مغلقه، شراها ملياردير سميتو ستيفن ديكوف سنة 2023. هذا الشخص مازال كيخطط يحول الجزيرة لشي حاجة مختلفة، منتجع للبالغين فقط، محاط بالحراسة ومجهز للعمل بشكل مستقل.